تعالى اقول لك الزتونه بتاعت ماتش القمه الجاي. بص يا معلم، احنا ما عندناش وقت نجيب حكم اجانب، فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل حكم مصري، ويفضل يكون كابتن محمد عادل. ليه؟ عشان الراجل عامل مشاكل، فمش فارقه كتير يعمل مشاكل اكتر. فهيعمل ايه كابتن محمد عادل؟ يقوم عامل اخطاء تحكيميه للاهلي واخطاء تحكيميه لايه؟ للزمالك. يبقى كده عمل لنا احلى مصلحه، يبقى لبس هو. فيطلع الاهلاويه يقول لك محمد عادل حكم الاحتواء كالعاده، ويطلع الزملكاويه يقول لك الاهلي ونادي الدوله، محمد عادل خايف عشان القضيه وابراهيم فايق ومش عارف ايه حوارات. ويطلع بقى الاعلام الاهلاوي يولع الدنيا، ويطلع الاعلام الزملكاوي يولع الدنيا، والدنيا تبقى بايظه وزيطه على الاخر. وحسب نتيجه الماتش، لو الاهلي خسران هيطلع الاعلام الاهلاوي يقول لك عايزين نعيد الماتش، ولو الاهلي الزمالك خسران هيطلع الاعلام الزملكاوي يقول لك عايزين نعيد الماتش. اما لو متعادلين محدش هيقول نعيد الماتش، ودول يطالبوا بحكام اجانب ودول يطالبوا بحكام اجانب كالعاده يعني. يقوم بقى اتحاد الكوره ببرق لهم كده ويقول لهم لا، انا الحكام بتوعي زي الفل، محدش يقول عليهم كلمه واحده. والاهلي يهدد بالانسحاب، والزمالك يهدد بالانسحاب، والدنيا تبقى زبادي خلاط. وبعدين بقى الموضوع يبدأ يهدى 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 واحدة واحدة، والدنيا تكمل والدوري يمشي. وبعدين تيجي المفاجأة الكبرى الغير متوقعة، بيراميدز ياخد الدوري.